انت عمرك فتحت فيسبوك او انستجرام وقلت هقعد دقيقتين وبعدين اقفل، وتلاقي نفسك بعد نص ساعة لسه ماسك الموبايل؟ ليه كل اشعار صغير بيخليك تتحمس وتفتحه حتى لو عارف انه مش مهم؟ صدقني ده مش صدفة، دي لعبة معمولة على مخك، وبالذات على مادة كيميائية اسمها الدوبامين. خليك معايا لاخر الفيديو علشان هشرح لك ده عبارة عن ايه وازاي تحمي نفسك منه. الدوبامين ده هو المسؤول عن شعور المكافأة والمتعة. كل مرة يجيلك لايك أو كومنت أو فيديو يضحكك مخك يفرز دوبامين، والنتيجة بتحس إنك مبسوط وعايز تكرر نفس الفعل. الموضوع شبه الكازينو، كل مرة تفتح السوشيال ميديا انت مش عارف ايه اللي هيطلع لك، فيديو جامد، خبر غريب، صورة مضحكة. المفاجأة دي بالذات بتخلي مخك بيتحمس أكتر ويفرز دوبامين بشكل أعلى، وعشان كده بتلاقي نفسك تقول آخر فيديو بس، وتفضل تقلب وتقلب لحد ما الوقت يضيع. المشكلة إن الاعتماد المستمر على الدوبامين السريع ده بيغير دماغك. بقت أي حاجة بطيئة مملة، كتاب تحس بالزهق، مذاكرة تحس بالملل، بقت حياتك مربوطة بالشاشة. والأسوأ إن ده بيأثر على تركيزك ونومك وحتى إحساسك بالسعادة الحقيقية. والسوشيال ميديا عارفة كده كويس وبتستغل كل تفصيلة في التصميم عشان تخليك مدمن أكتر. طب نعمل إيه؟ هل نمسح التطبيقات ونعيش في الكهف؟ أكيد لأ. الموضوع محتاج وعي وتحكم. حدد وقت معين تستخدم فيه الموبايل، لما تلاقي نفسك فاتح التطبيق تلقائي اقفله واعمل حاجة تانية. دور على مكافآت حقيقية زي رياضة، اعمل هواية بتحبها، وقت مع أصحابك، برضه هتفرز دوبامين بس بشكل صحي. قلل الإشعارات على قد ما تقدر علشان عقلك ما يفضلش مستني كل تنبيه صغير. أول أسبوعين هيبقوا أصعب فترة، هتحس بملل وضغط، بس بعد كده هتكتشف إنك قادر تركز أكتر وتستمتع بالحياة من غير ما تحتاج الجرعة السريعة دي طول الوقت. في النهاية إدمان السوشيال ميديا مش هزار، كل حركة صباع على الشاشة هي رسالة لمخك إنه يفرز دوبامين. والسؤال الحقيقي، أنت اللي بتختار تعمل كده ولا التطبيقات هي اللي بتختار لك؟ لو عايز تعرف معلومات أكتر عن الموضوع ده وإزاي بتشتغل وإزاي تتحكم فيه أكتر من كده، اعمل لايك واشترك في القناة عشان هيكون في فيديو جاي فيه تفاصيل أكتر بكتير. سلام.